السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبائي حياكم الله. لعلك أنت طالب حصلت على الشهادة الثانوية تريد الالتحاق بالجامعات، ماذا تفعل؟ أول خطوة عليك أن تقدم في الجامعات. كيف تقدم في الجامعات؟ تحاول أن تجهز جميع الملفات. إذا توفرت الشروط تجهز جميع الملفات، بعدين تقدم في الجامعات. اليوم نكون معكم إن شاء الله في طريقة تقديم في الجامعة القاسمية إن شاء الله. نطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا نمشي. ما شاء الله حبيبي، أنت الآن في جوجل اكتب فقط القبول والتسجيل في الجامعة القاسمية. الجامعة القاسمية. بعدين تدخل في جوجل القبول والتسجيل في الجامعة القاسمية الرجل الثاني. أيوة أنت ما شاء الله. أنت الآن في موقع الجامعة. ماذا تريد؟ تريد تقديم في الجامعة. هناك شروط القبول، ممكن لك تضغط عليه ثم تعرف ما هي الشروط. بعدين هنا تدخل كيفية التقديم إذا أردت التقديم. ما شاء الله. هذه الآن خطوة التقديم. قبل التسجيل هناك شيء سجل الآن. بعد التسجيل نحن الآن ندخل في سجل الآن. قبل التسجيل يبين لك الشروط والخطوات. الآن سجل الآن. ما شاء الله. أنت يا أخ أنت الآن داخل الموقع وقد دخلت في باب التسجيل. أول شيء أنصح لك هو أن تنزل حتى إذا وصلت في الأسفل أو تضغط هنا مستندات أخرى، يعني الرقم السابع وهناك انقر هنا لتحميل. ما شاء الله. الآن اكتمل التحميل. أي ها هو النموذج. هذه الاستمارة لابد من إملاء كل فراغ فيها. أولا يطلبني بصورة شخصية. أدخل هنا إدراج أشكال، أختار شيء. ما شاء الله. بعدين هنا تعبئة الشكل. تعبئة الشكل ثم صورة. ملفات ممكن أدخل هنا أخذ صورة واحدة. صورة. بعدين تأتي هنا يعني تحمل الملف بشكل PDF. عندما تحمل الملف بشكل PDF هنا تخرج ترجع إلى في جوجل، تفتح نافذة أخرى، تكتب هنا compresser un fichier PDF en ligne. يعني إذا لم تقلل حجم الملف لا يمكن لك أن تضعه، لا بد أن تقلل حجمه وإلا لا يدخل. أيوة تدخل هنا سلكسيون الفيشير. بعدين تحمل الملف. إذا كان هذا الملف تحمل الملف. بعدين هذا هو الملف الثاني، انقر هنا لتحميل النموذج. هذا هو الملف الثاني administrator. تدخل هنا صورتك والتاريخ، تاريخ اليوم أو يوم التسجيل. بعدين
اسمك كما هو في جواز سفرك، الجنسية الحالية، الجنسية السابقة، تاريخ ومكان الميلاد، الديانة، المذهب، رقم الجواز، تاريخ ومكان إصدار الجواز، تاريخ انتهاء الجواز، المؤهل العلمي، البكالوريا، الشهادة الثانوية. كل هذه الخانات ليس لك أنت فيما رأيتين، بس تكتب لا يوجد. هنا اسم الطالب تحذف هذا ثم تكتب اسمك أنت. أيوة. بعدين تحمل الملف على شكل PDF، ثم أيضا تدخل أيضا في كومبريس سيلكشن، أيضا تحمل الملفين معا، تضغط عليهما، هذا ليقلل حجم الملف. تدخل هنا كومبريس PDF، ثم هو مباشرة يقلل الحجم حتى إذا انتهى يحمله مباشرة. شفتم؟ يحمله مباشرة. بعدين تدخل تجد أن الملف ما شاء الله الآن يعني قليل الحجم، يمكن إدخالها فيما بدون مشكلة. أيوة. بعدين نواصل في التقديم. تبدأ في الخطوة الأولى التعليمات، هذه هي التعليمات. بعدين اختيار البرنامج. الرغبة الأولى، أنت رغبتك الأولى ما هو؟ كلية الاتصال، اقتصاد، إدارة، كلية الشريعة، كلية القرآن الكريم، أن تكتب القرآن الكريم. هناك تخصص واحد فقط، بكالوريوس علوم القرآن الكريم. الرغبة الثانية، رغبتك الثانية ممكن كلية الشريعة. التخصص هناك تخصص واحد، الشريعة والدراسات الإسلامية. بعدها تكتب هنا اسمك كما هو باللغة الإنجليزية. الشيخ عمار. نعم. ثم هنا أكتب اسمي كما هو باللغة العربية. الشيخ عمار. نعم. الجنسية الحالية، أنا سنغالي الجنسية، السنغال. الجنسية السابقة، يعني ما أنه لابد أن أدخل الجنسية السابقة، أدخل أيضا السنغال أيضا، ليس لي جنسية سابقة. رقم الجواز تكتب أيوة. مكان إصدار الجواز سنغال، أين سنغال. تاريخ انتهاء الجواز، تاريخ الانتهاء ما يمكن هذا 20 هم يقدمون 20 أكتوبر 2026. رقم الهوية الشخصية الخاصة ببلدك إن وجدت تدخل. أيوة. بعدين تاريخ الميلاد، تكتب تاريخ ميلادك أنت، متى ولدت. تقول أنا ولدت 2005 6 أكتوبر 2005. أيوة. مكان الميلاد، الدولة التي ولدت فيها، تختار السنغال. مكان الميلاد، المدينة، تختار كولك. جنسيتك، أنت ذكر؟ نعم ذكر. مسلم؟ نعم. أعزب؟ نعم. بعدين تواصل. الآن صورة عن جواز سفر ساري المفعول، جواز سفر. تدخل. هذا يجب عليك أولا أن تجهز أنت الملفات في ملف واحد، ثم تكتب على كل شيء اسمه. الجواز، ادخل الجواز. بعدين صورة شخصية حديثة، ادخل صورة. شهادة الميلاد،
شهادة الميلاد. لكن أوريك شيء واحد، هو أنني لو أردت أن أدخل هذه الصورة مثلا، يقول لي الحجم كبير جدا لا يمكن لهذه الصورة أن يدخل، كيف تفعل؟ بس تذهب إلى جوجل أيضا، تكتب compressé image لتقليل الحجم. أيضا تكتب هنا compressé image I love image، sélectionner les images، يعني كما كنت تفعل في السابق أيضا، بس يعني مع الPDF فقط تفعل. تدخل تقلل الحجم ثم تحمل الملف، بعدين تواصل عملك. إذا نواصل. شهادة الميلاد، شهادة الميلاد، ميلاد. أيوه ما شاء الله، الحمد لله الحجم الآن ما شاء الله. صورة من الإقامة الإماراتية، أنت لا تجد يعني ليس إلزامي. صورة عن الهوية الشخصية خاصة بك، يعني بطاقة شخصية، ادخل بطاقة الشخصية، بطاقة. بيانات العائلة، الاسم الكامل لولي الأمر، تكتب، ممكن تكتب حسن نعم. مسلم نعم. اسم الأم بعيد بنت. ديانة مسلم. هل أنت موظف ولا لا؟ هذا اترك كما هو. لا. معلومات الاتصال، بلد الإقامة. أيوة، أنت تقيم في أي بلد حاليا؟ أنا في السنغال. تختار السنغال. تقيم في أي مدينة؟ دكار. صندوق البريد موجود وإلا ليس إلزاميا. أقرب مطار دولي ممكن تكتبه دكار. البريد الإلكتروني، تكتب بريدك الإلكتروني، تكتب لا وانت معكم. ايوه لافوانت 21 gmail.com. البريد الإلكتروني الإضافي إن وجد، وإلا ما في مشكلة. هنا الهاتف المحمول، تريد تصل إلى دولتك، بس تكتب يعني الحرف الأول اسم دولتك بالفرنسية. سنغال اس. أيوه ثم أنزل سهو سنغال. أكتب رقمي 69 جيد. ايوه هاتف المنزل ان وجد تدخل، والا لا. ايضا هنا يعني هاتف ولي الامر اس. ادخل هاتف ولي الامر 77. انتهى. بعدين حساب سكايب. من قبل كانت المقابلات تجرى في سكايب، والآن في زوم. إذا كنت أهلا للمقابلات ترسل إليك رابطة من خلالها تجرى لك المقابلات في زوم. والآن يعني ليس في سكايب، ولا يمكن أن تترك هذا يعني خانة فارغة. ماذا تفعل؟ تكتب اسمك بس، اسم الشيخ بس. تواصل. المؤهلات العلمية، نوع المؤسسة التعليمية، حكومي أم خاص أم شبه خاص ولا أخرى.
خاص. نظام مشاهدة ثانوية إن وجد من بين هذه جيد، وإلا تدخل هنا أخرى. معدل الدرجات، معدل الدرجات تكتب 68 فاصلة 98. الفرع علمي ولا أدبي ولا أخرى، تكتب أدبي إن كان أدبي. اسم مدرستك، تكتب المعهد الإسلامي، المعهد الإسلامي العالي بلغة. الدولة التي حصلت على الشهادة منها، السنغال أيضا، السنغال. بعدين المدينة التي حصلت على الشهادة منها، اللغة تواصل. لغة التدريس العربية والفرنسية إن كان إنجليزية والإنجليزية. تاريخ الحصول على الشهادة تدخل. مثلا 2019 حصلت على شهادة 2019 من أكتوبر 2019. الشهادة الثانوية، الشهادة الثانوية، الشهادة. بعدين كشف الدرجات للصف الأول الثانوي هو الصف العاشر، هو الأول الثانوي أول. للصف الثاني الثانوي ثاني. للصف الثالث الثانوي هو الثاني عشر الثالث. هذه شهادة الإمساد وشهادة توفل إن وجد، يعني ليس إجباري. شهادات أخرى إن وجد، وإلا تواصل هنا. اللغات تختار لغة، تقول قوي جدا، جيد جدا، جيد متوسط، تقول قوي أو جيد جدا. الإنجليزية جيد، إنجليزية جيد أو متوسط. فرنسية تقول جيد. لغة أخرى إن وجد تدخل. بعدين تواصل. أيوة، مستندات أخرى، صورة عن شهادة حسن السيرة والسلوك. سبق أن جهزت وكتبت سيرة. لياقة صحية، هذا ليس شيء مجبر لأن ليس هناك مد. لياقة. النموذج الذي حملته من قبل ويعني أملأت فراغاتها أدخلها هنا الآن. الراشن، هذا هو النموذج الأول. شئت تكتب هنا والثاني، يعني هنا وهنا يعني د لكي يسهل. هذا هو الأول أيضا، وهذا هو الملف الثاني. سبق أيضا أن قللت حجمه. أيوه. وفي هذه السنة وفي هذه المرة يقولون يجب على من يرغب في الدراسة في الجامعة القاسمية إثبات متابعته لموقع الجامعة الإلكترونية على الانستغرام أو الفيسبوك. إن كنت تتابع تدخل في الموقع في الفيسبوك، يعني تشارك، بعدين تلتقط صورة. هذه الصورة تقلل حجمها ثم تدخل هنا. كتبت في الصورة القاسمية. ثم هنا أوافق إرسال. إذا أرسلت بس تكتب لي نجاح الطلب. أيوة، ونحن أيضا ما شاء الله نوفر خدمات. من يريد أن نقدم له فليتواصل معنا إن شاء الله. الرابط يعني في الوصف. من دخل هنالك يمكن أن يتواصل معنا مباشرة في الواتساب أو عبر الرقم الذي سندخله إن شاء الله. وأيضا يعني رابط التقديم إن شاء الله جاهز في الوصف. شكرا، جزاكم الله خيرا.